من الأحداث الإيجابية اللي حصلت خلال الأيام اللي فاتت واللي حبيت إننا نفرح بيها مع بعض ملتقى توظيف الشباب اللي عنوانه الرئيسي عايز أشتغل، تحت رعاية محافظة الشرقية وبالتعاون مع 117 شركة ومؤسسة. واللي يفرح القلب إن هدفهم توفير 8000 فرصة عمل للحاصلين على مؤهلات عليا والمؤهلات المتوسطة والعمال. يعني أي شاب عايز يشتغل سواء متعلم أو صاحب صنعة هيلاقي شغل. واللي يفرح أكتر وأكتر إن الحمد لله الملتقى حقق هدفه، وفعلا آلاف الشباب الجاد راحوا وقدموا أوراقهم، وفي منهم اللي مضوا عقود تعيينهم. وأنا بحيي محافظة الشرقية على موقفها الإيجابي الوطني، وأنا عارف إن في عدد من محافظات مصر بالتعاون مع الشركات والمؤسسات والمصانع عملت مبادرات إيجابية على نفس المستوى، لكن بنتمنى إن ده يحصل في كل محافظات مصر بدون استثناء، لأن لو ده حصل يبقى أكيد في وقت قياسي هنقدر نحل مشكلة البطالة. وبقول للشباب المكسل واللي بيشتكي واللي قاعد على القهاوي واللي بيقول مفيش شغل، اتحركوا واشتغلوا واستفيدوا من فرص العمل اللي جت لغاية عندكم، واستغلوا وقتك في شيء مفيد واتعب وحقق نفسك. وحتى لو الشغل مش مناسب لمؤهلك برضو اشتغل واثبت وجودك، زي الحكمة اللي بتقول حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. أكيد ده أحسن مليون مرة من الشكوى وندب الحال أو مد الإيد أو الموت في مركب هجرة غير شرعية. مش